العالم ما كانش فاهم هو ليه عارضها عليه بسعر قليل زي ده، بس كل اللي كان فارق معاه انه يحصل على الموميا وخلاص. فاشترى من البايع الامريكي الموميا بشيك بيحمل 4 أصفار، وده يعتبر رقم قليل جدا بالنسبه لاثر قيم زي ده. صاحبك البايع الامريكي قفش الشيك ب4 أصفار بس ملحقش يصرفه. في نفس الليله اللي باع فيها الموميا مات في ظروف غامضه، ودي كانت البداية. دوجلاس موراي حصل على الموميا اللي كان عايزها، وكان عنده رحلة صيد في نفس اليوم كانت الأخيرة في حياته. البندقية انفجرت في إيده بدون سبب واضح، وبعد أسابيع من العذاب في المستشفى تم بتر دراعه بالكامل. دوجلاس موراي عالم قد الدنيا، راجل شيك، فأكيد يوم ما يشتري الموميا مش هيشيلها بنفسه يعني، عشان كده أجر 2 عمال يشيلوها له، عشان بعدها هم كمان يموتوا في ظروف غامضة. هنا بقى دوجلاس بدأ يحس إن في حاجة مش مظبوطة، عشان كده قرر إنه يتخلص من الموميا، فقدمها هدية لصديقته اللي توفت والدتها وخطيبها سابها في نفس الأسبوع اللي استلمت فيه الموميا.